مساء الهنا والجمال، ازيكم؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مبدأ انه مش معنى ان انا ام عصبية ان انا ام وحشة. انا اكبر من المعنى ده بكتير. انا تعريفي لنفسي يشمل حاجات كتير قوي 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 ايجابية اثناء اليوم. انا عايزة ابطل العصبية وده حقيقي، بس عشان ابطل العصبية انا نمرة واحد لازم اعرف ان انا كويسة، انا مش وحشة. لازم اسامح نفسي واتعلم اسامحها لما تغلط، واقوم تاني يوم احاول من اول وجديد. لازم نمرة 3 احط توقعاتي في حجمها، انه مش هيبقى زيرو عصبية بس انا هقللها بالتدريج. نمرة 4 ابقى فاهمة اني مش لوحدي، كلنا زيك، كلنا بتمر علينا لحظات صعبة قوي، بس كلنا بنحاول. مفيش ام مثالية، مفيش ام ما بتغلطش. كلنا غلطنا، كلنا على مدى التاريخ كلنا بنغلط وكلنا هنغلط. كل ابن ادم خطاء، فازاي عايزين الام تبقى مثاليه؟ مش هي بني ادم. المهم ان انا اقوم تاني يوم ايه، احاول ان انا اتحسن عن امبارح. ده المبدأ اللي ربنا علمه لنا عشان ما نكرهش نفسنا. فيديوهات التربيه الايجابيه ساعات بتحسسنا اننا فشله قوي، اننا ما عرفناش ندير الغضب ونعلم الطفل السلوك بشكل سحري، جايين من عالم اخر. وانا عايزه اقولك انه مشكله الغضب الاساسيه مش في توجيه الطفل. انت لو اعصابك هاديه هتعرفي تتصرفي مع ابنك وتعرفي تخليه يعمل اللي انت عايزاه الى حد ما، وده هنتكلم عنه برضو في السلوك، مش هنسيبه. بس المشكله 90% هي البالونه الكبيره المضغوطه. ودي المشكله، ان بتوع التربيه الايجابيه ما بيبقوش واخدين بالهم، هم بيلومونا على العصبيه، ما بيبقوش واخدين بالهم ان انت مطبقه بقالك 3 ايام ان الانسان الطبيعي عشان خاطر مخه يشتغل محتاج ينام. نمرة 2 ضغوط الحياة بتاعت الشغل، بتاعت الست اللي مثلا شايلة لوحدها ومتطلقة أو جوزها متوفي، أو شايلة عندها عدد أطفال كتير جدا. هل الموضوع بدأ يبقى مرضي لدرجة ان انا بدأ يبان على جسمي، عظمي بيوجعني، بحلم بكوابيس، بعيط كتير جدا عمال على بطال، اللي عندي قولون العصبي تعبني جدا، بعد الولادة بدأ يجيلي اكتئاب، بدأت احس ان انا مش حاسة بالولاد وما بقتش احبهم. وبدل ما بيقولوا لي انت عندك اكتئاب والمفروض نساعدك ونعالجك، لا بيقولوا لك انت وحشه قوي، انت ليه مش حامده ربنا على النعمه اللي انت فيها، او انت ليه ما عندكيش ايمان. عشان تحددي العصبيه سببها ان انت مضغوطه ولا سببها ان انت مش عارفه تعدلي سلوك الطفل، فكري في الموقف اللي انت اتعصبتي فيه. الموقف اللي انت اتعصبتي فيه هل كان يستدعي كل الزعيق ده، ولا هو موقف ابسط بكتير؟ انا لما بفكر في نفسي بحس ان هي عملت غلطه بسيطه قوي، او هي في الاخر طفله. ليه رد الفعل بتاعي كان مبالغ فيه؟ عشان انا اللي جوايا احاسيس مش عارفه افضيها. احنا اتعلمنا نكتم على الاحساس، ما نعبرش عنه، ولو عبرتي عنه تبقي يا اما بتتبطري على نعمه ربنا، يا اما بتبالغي جدا في وصف شعورك، مع انه شعورك ده شعورك ملكك، انت من حقك تفضفضي عنه. في الاخر انا بلغت، عملت ايه؟ انا ما كسرتش الحيطان، انا بس اتكلمت، وده مش عيب. اول خطوه عايزاكي تعمليها ان انت تجيبي ورقه وقلم في وقت كده مرتاحه فيه، اللي هم الساعه اللي بعد ما العيال تنام، اللي ما بنبقاش عارفين ننام فيها وماسكين موبايلاتنا دي، او حتى تفتحي ورقه نوت على موبايلك. فكري في الموقف اللي حصل ما بينك وما بين ابنك، هل هو كان يستاهل الحجم رد الفعل ولا لا، ولا رد الفعل كان اعلى عشان انا كنت مضغوطه؟ طب انا متضايقه ليه؟ مالك؟ اسالي نفسك زعلانه ليه يا حبيبتي؟ انت مع نفسك حتى قولي لها زعلانه ليه، وابتدي اكتبي الحاجات اللي مزعلاكي. الحاجات اللي مزعلاكي دي اول خطوه في انك ترتاحي نفسيا. ليه؟ حتى لو ما اتحلتش على فكره، اول خطوه بتريحنا اننا نخرج احاسيسنا ونأكنولج احاسيسنا. يعني ايه؟ يعني نعترف ان دي احاسيسنا، احنا مش متبريين منها خلاص، وان من حقنا نحسها. طالما احاسيسي دي ما قادتنيش ان انا اعمل فعل اجرامي فانا من حقي على الاقل احسها. هصلحها والله في الفيديوهات الجايه، بس نمره 1 انا عايزاكي تطلعيها من دماغك، تفضيها. هي يا اما ضغوط مجتمع، مضغوطه في الشغل، مضغوطه مع جوزك، مضغوطه انك شايله المسؤوليه لوحدك، يا اما انت حاسه ان انت مهدده. مش شرط على فكره ان حد بيهددك، مهدده بالاخرين، انه مثلا انا لازم اعمل كذا لحسن هيقولوا عليا ان انا ام وحشه، انا لازم اعمل كذا لحسن فلان هيطلع وحش. اكتر ضغط علينا هو ضغط المقارنات، واغبى حاجه في الدنيا ان انت تقارني ام بام او تقارني طفل بطفل. عارفه زي اللي بيقارن ايه؟ القطر مثلا بالمركب، بالسفينه. كل حد فيهم ليه مزاياه وليه عيوبه وليه الاوبريشن بتاعته، ما ينفعش نقارنهم ببعض. كل واحده فينا شاطره في حاجه جدا جدا جدا، وحاجات تانية ما بتعرفش تعملها.
فازاي بنقارن نفسنا ببعض، وازاي بنقارن العيال ببعض؟ ده الاخوات مش زي بعض، ده التوائم مش زي بعض، دي ارواح غير بعض خالص. فالمقارنات بتحطك في زون. وحاجه كمان، السوشيال ميديا بتحطك في زون ان انت لازم تبقي زي دول اللي بيوتهم نظيفه قوي وبتبرق قوي وحياتهم لذيذه جدا وبيعملوا لانشون في البيت ما بيشتروهوش. انا ازاي مش زي الناس دي؟ انا ازاي ما بسافرش معرفش فين اقضي الصيف بتاعي بالراحه؟ نحط بس تارجتس طبيعيه. انا مش السوشيال ميديا. انا كان نفسي ايه لنفسي؟ هتلاقي افكار منطقيه. يعني من جواكي ما كانش نفسك تصيفي كل سنه في اوروبا؟ عادي. كان نفسك تسافري الساحل بس على احسن تقدير وماشي الحال. كل اللي طالباه منك لا حلول سلوكيه ولا بتاع. اقعدي بس اكتبي، خديني على قد عقلي كل اسبوع. اكتبي بس ايه اللي مضايقك، اللي ينفع يتصلح في دول هنصلحه في الامور في المرات الجايه. اوعي تفتكري ان انت النهارده هتدوسي على الزرار فهتبطلي تقارني. لا، ده لسه في شغل كتير. الخطوه الجايه فضفضي، قولي اللي مضايقك. كتابه ماشي، اكتبي. ما عندكيش وقت تكتبي، افتحي فويس ريكورد، تسجيل على الموبايل، وابقي امسحيه بعدها وانت واقفه بتغسلي المواعين وبعبعي. كلمي واحده صاحبتك بس صاحبه بتسمع، لان ده بقى نادر في الزمن ده. حد ما بيشوكش وانت بتحكي له، ما بيشوكيش، انا مش عايزه نصايح. وانا بقول لكل صاحبه النهارده بتسمع صاحبتها، اكتر حاجه صحابنا عايزينها مش حلول، لان هي في الاخر مش جايه يعني لخبيره التربيه الايجابيه وخبيره التخطيط في الحياه والهيلث كوتش. انا ما اخترتكيش صاحبتي عشان انت اكتر واحده بتحلي المشاكل. انا اخترتك صاحبتي عشان انت بتحسي بيا وسنداني وفي ظهري حتى لو انا غلطانه. فانا عايزاكي تسمعيني وفي الاخر تقولي لي حقك عليا، انا عارفه ان ده صعب، معلش. صدقيني انا من نفسي هحس ان انا احسن في الاخر، وهقوم افكر ازاي اصلح. بس تسمع. تعرفين ده حق انساني والله العظيم. والألم النفسي بيوجع. اكتشفوا انه في المخ بيوجع في مصادر اعلى من ان انت تبقي موجوعه من القيصريه. تصدقي؟ فانت من حقك تزعلي، من حقك تعبري، تكسفيش من اي احساس انت حاساه. كل خميس الساعه 10 هنطلع سلمه واحده كمان لغايه ما توصلي لان انت تبقي اهدى نفسيا ومرتاحه. الاسبوع الجاي هنتكلم عن المي تايم، ازاي تاخدي مي تايم او وقت لنفسك حتى لو ما عندكيش غير 30 ثانيه في اليوم، لان احنا ما عندناش وقت الحقيقه. لو الفيديو ده طبطب عليكي، طبطبي على حد تاني وبعتيهوله. ربنا يا رب يقويكم ويبارك في الولاد.